السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة شيوة إكرام. اليوم إن شاء الله نعطيكم الطبق هذا طاجين ديال الكرعين البقري بالديين بالحمص والزبيب. نتمنى إن شاء الله ينالوا الإعجاب ديالكم وتجربوهم، كيجي هائل خصوصا في هذا الوقت هذا. وندوزو إن شاء الله للطريقة والمقادير. لهاد الوصفة هذه ديال الكرعين غادي نحتاجو ليها هنايا. عندي واحد الكرع واحد ديال البقري، عندي هنا كرعين بلديين. غادي يشدو لنا شويه طياب، خصنا دائما الا بغينا نطيبوهم كنطيبوهم الا بالليل ويصبحوا طايبين ولا كنديروهم في الصباح بكري. عندي هنايا تحميره، عندي خرقوم، عندي سكينجبير، عندي البزار ابيض والبزار كحل، عندي هنا واحد جوج بصلات شلضين وسطين، عندي واحد زلاف ونص ديال الحمص، وعندي واحد الكاس ديال زيت الزيتون وشويه الزبيب، واحد الريصه ديال الثومه اللي غنديروها هكا صحاح، عندي واحد العبيد ديال القرفه الا ما كنتوش غديروا الزبيب بلا ما ديروا القرفه، وعندي الملحه. ندوزو ان شاء الله للطريقه على بركه الله. غنبداو الحمص غنديروه حتى يطيب لنا ان شاء الله الكرعين. غناخدو الطنجره ديالنا، بسم الله. غادي نوضعوا اول حاجه غنوضعوا هاد الكرعين، بسم الله. غناخدو العظم، دائما نديرو هكا من الاسفل حيت هما كيلصقوا، ما كنخليوهم كيطيبوا على خاطرهم. فاش كنقطعوا هكا الكرع كنديروا ليه شويه الماء وشويه ديال الخل وكنخليوه واحد تقريبا واحد الساعه باش كتحيد منه ديك الزفوره. هنا درنا الملحه، غادي نديرو ديك البصيله. هنا عندنا جوج بصلات متوسطين، نديرو ديك الدريسات ديال الثومه. عندي هنا واحد 4 ديال الدريسات ديال الثومه كبار، داك العبيد ديال القرفه، وغنديرو ديك زيت الزيتون، ونبداو نديرو الطريه. عندي فلفل اسود، عندنا فلفل ابيض البزار ابيض كنديرو تا هو ربيع معلقه، عندنا سكينجبير غنديرو واحد المعلقه ديال سكينجبير، ثم غنديرو الخرقوم، وغنديرو التحميره والفلفل الاحمر، غنديرو واحد المعلقه. ودابا غادي نمرقو غادي نرقو مزيان، ندوزو على ديك العطريه باش تهبط لنا كامله. هنا القزبر والمعدنوس كنخليه حتى الاخر ان شاء الله باش ندير الحمص، وغندير واحد الربيطه ديال القزبر والمعدنوس. غنديرو المرق حتى يتغطاو لنا ديك الكرعين. صافي دابا غنشعل البوطه وغادي نخليه يطيب على نار مهيله تقريبا واحد ساعه ونص. ونتلاقاو ان شاء الله باش غنديرو ان شاء الله الحمص والزبيب. زلاف ونص ديال الحمص اللي مرطب في الماء ليله كامله، وغنديرو ليها واحد شويه الماء وغنديروها تسلق. ما كنديرو فيه لا ملح لا والو، كنديرو يتسلق حتى كيطيب مزيان. هاد الطريقه هذه كتخلي الحمص كيبقى شاد، واخا كيطيب مع الكرعين كيبقى ما كيتحلش. من بعد غيطيب لينا غادي نتلاقاو مع الكرعين كما كتشوفوا طايبين هانتوما حتى كيتفرق داك اللحم على ديك الجلد على العظم، كيطيبوا مزيان. الحمص تسلق
صافي طاب. غناخدو الكريم غناخدوهم غنكونو وجدنا طاجين اللي غنحطو فيه. غنهزوهم غير شويه باش ما يتفتتوش مزيان. نحاولو مرة طايبين مزيان. الدريسات ديال الثومه نخليهم حتى نديروهم من الفوق. صافي غنكتفي بهذا القدر هذا. ثم غناخذ الحمص كما كتشوفوا. الحمص كنخليه كيطيب حتى كينشف داك الماء، وغادي نهزو الحمص وغنديرو هكا بالجناب. نحاولوا نحطوا الكريمه دائما في الوسط. كنحيدوه من الفوق ديال باش كيبقى لنا المنظر ديال الطاجين ديالنا مزيان. صافي كنكملوا داك الحمص ديالنا كامل هكا في الجناب. كنديروا الزبيب، عفوا الزبيب هو الاول، غناخدوه وغندردروه هكا فوق الحمص. ديروه الجناب حيت الجناب اللي غتكون لنا فيهم المرقه. وغناخدو واحد شويه ديال المرق ديال الكريين وغنبداو غنحطو فوق هاد الحمص هكا. ودوك الدريسات ديال الثومه غنديرهم هكا من الفوق. دابا غادي نشدو داك القزبر والمعدنوس وغادي نحطو فوق الكريين ديالنا كاملين هكا من الفوق. صافي دابا غادي نشعلو ليه وغادي نخليه يكمل طياب تقريبا واحد نص ساعه حتى كيشرب لنا داك الحمص هاد المريقه هادي، ونقدمو ان شاء الله بالصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. وهذا هو الطاجين ديالنا ديال الكريين ديال البقري. كنخليوه هكا حتى كيشرب مزيان وكنقدموه هكا بالصحه والراحه. انا فاش حطيت الحمص زدت واحد الطريسات ديال الثومه هكا من الفوق وكنخليه حتى كيتخسر ويطيب. الا شفتوا لنا الكاميرا كتبان هكا عاقد كيبقى فيها غير داك التلمسه وكتقولوا ليه نقدموه بالصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه في هائل. واللي يعجبو الفيديو ديالي يعمل لايك ويشارك القناه باش توصل ان شاء الله كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.